حكاية قديس وشهيد، وتعالوا نعرف كمية الصعوبات اللي قابلت البابا كرولوس في حياته. اتولد في يوم 2 أغسطس 1902، كان اسمه عازر يوسف عطا. كان محب جدا لربنا من صغره ومواظب على الصلاة والصوم من هو وطفل صغير، ولما كبر بقي راهب باسم مينا البراموسي، وعاش حياته محب جدا لربنا ومواظب على الصلاة والصوم لدرجة محبته بربنا ان هو راح عاش في طاحونة بعيد عن الناس. الطاحونة دي في مصر القديمة ما كانش ليها باب ولا ليها سقف، وعاش حياة صعبة لكن كانت كلها جهاد مع رب المجد يسوع المسيح، وعاش حياته كلها في محبة ومخافة لربنا. وبعد كده بقى البطريرك البابا كرولوس البابا رقم 116، وكان معجبش الناس والناس بتتكلم عليه كلام كتير وبيكتبوا عنه في الجرايد، وكمان كانوا بيتكلموا عنه كلام مش حلو خالص، لدرجة ان قامت ثورة على البابا كرولوس. البابا كرولوس كان واخد ثانوية عامة، والبابا كرولوس كان واخد سنة واحدة إكريكية، وبرضو البابا كرولوس ما كانش ليه في الوعظات. البابا كرولوس كانت حياته كلها إن هو كل حاجة يقول صلوا لربنا، كل حاجة كان يتكلم يقول حطوا الاسم ده على المسبح ماري مينا، على مسبح ماري جرجس، على أي مكان من الأماكن المقدسة دي. لكن كان حياته كلها صلاة وصوم واجتهاد مع رب المجد، لكن ما كانش عاجب الناس. كانوا عايزين اللي يوعظ ولا يتكلم، وكانوا عايزين البابا يكون شهادته عالية. لكن بابا كرولوس قابل كل الصعوبات دي وعدى منها بقوة رب المجد يسوع المسيح. ما كانش بيهمه كلام الناس ولا اللي بيتكلموا عنه، كان بيشوف وبيسمع كتير انه بيكتبوا عنه في الجرايد كلام مش كويس، لكن ما كانش بيهمه حد، وقابل المشاكل دي بكل محبة. وده هو البابا كرولوس اللي عاش حياته كلها في محبة للناس، لكن الناس ما كانتش بتحبه وكانوا بيضطهدوه. دلوقتي لكل مسيحي في العالم تقريبا ليهم صورة البابا كرولوس في بيتهم، فعلى البابا كرولوس وبتطلب شفاعة البابا كرولوس في حياتها، لا إما لأولادنا في المدارس، لا إما في حياتنا عادي، أو في مشكلة عندنا، أو في عايزين حاجة معجزة تحصل لنا، دايما بنطلب البابا كرولوس. وتنيح البابا كرولوس يوم 9 مارس 1971، وعاش حوالي 78 سنة وسبعة أشهر وسبعة أيام. وبركة وشفاعة البابا كرولوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.